بص انا وحشني جو بصراحه ان انا مثلا اول جوله اجيب فيها نقط كتير قوي، والجوله الثانيه مثلا ما اجيبش فيها حاجه. اصل فين المتعه في ان انا كل جوله اجيب نقط كتير؟ ما فاهم، هتبقى لعبه ممله اصلا. وهو انا كان المفروض انزل بعد الجوله الاولى فيديو بعد الجوله الثانيه فيديو، بس بصراحه لقيت ان هيبقى كل فيديو تقريبا 3 دقايق او حاجه زي كده، فقلت اخلي اول جولتين مع بعض عشان يبقى الفيديو مش طويل قوي بس برده مش قصير جدا. وعملنا دوري جديد الفانتسي، ده الكود بتاعه هتلاقيه سيبه لنا في الديسكربشن في اول كومنت. فيلا نبدا. طيب نبدا بالجوله الاولى، فانا جبت فيها 75 نقطه، وكنت تقريبا من اول 1,650,000 على العالم او حاجه زي كده، فطبعا دي حاجه كويسه جدا عشان اللي بيلعب اللعبه اصلا اكتر من 9 مليون. واهم حاجه في الحوار ده كله ان انا معدي الافرج اللي كان تقريبا 64 نقطه، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. الهايست 127، ده طبعا دول بيبقوا كفار فمالناش دعوه بيهم. نبدا بونانا، فهو جايب 9 نقط عشان طلع بكلين شيت وصد 6 كور وطلع بنقطه بونص، فطبعا دي حاجه كده بدايه كويسه جدا. والدفاع اول واحد لوك شو جايب 5 نقط عشان طلع بكلين شيت وخد انذار، فده مش مشكله. وتاني واحد هو ريكو لويز، انا بصراحه جبته مكان جون ستونز علشان كان في التسريبات اتقال ان ريكو لويز هو اللي هينزل اساسي، وكانت نسبه امتلاكه ساعتها اقل من نص في المية، فده طبعا اداني ثقه فيه كبيره جدا. وستوبيان كان جايب لحد دقيقه 90 نقطه واحده بس بعدها عمل اسيست وطلع ب3 نقط بونص، وده اللي خلاه يجيب 7 نقط. اخر واحد بقى جابرييل جاب نقطه واحده. بص هو كان بقاله 73 ماتش بينزل اساسي مع ارسنال، وانا طبعا ما كنتش حاطه في التشكيله في ال 73 ماتش اللي فاتوا، وجيت احطه في الماتش ده اللي نزل في الدقيقه 85 تقريبا، فماشي ارتيتا شكرا. نخش بقى في خط الوسط، فماك اليستر جايب نقطه واحده، ماشي. هو كان شغال مع برايتون بس على فكره من ساعه ما جه الليفر، كان في بري سيزون كان كويس بس في الدوري بخيش على الاخر. اللي بعده ميتوما جايب 5 نقط عشان عمل اسيست، فده تمام. اوديجارد ما عملش حاجه، جايب نقطتين بس. واللي بعده ساكا جايب 10 نقط عشان جاب جون وطلع ب3 نقط بونص. يا عم اتعلم منه بقى. واخر واحد في خط الوسط هو راشفورد، كنت احطه فايس كابتن، جايب 3 نقط بس، مش مشكله يلا ما جاتش عليك. واخر واحد هالاند جايب 26 نقطه، يعني جايب جونين وطلع ب3 نقط بونص، حرفيا بيرفكتو. الدكه بقى سريعا، عندي تورنر حارس نوتنجهام جايب نقطتين، وداروين نونيز جايب نقطه واحده عشان اصلا نازل في اخر الماتش. واللي بعده بوتمان جايب 5 نقط، وده بصراحه ما كنتش متوقع خالص ان هو ممكن يعمل حاجه عشان كان الماتش بتاعه ضد استون فيلا، واستون فيلا مش فريق سهل قوي برده. واخر واحد هو ارشر، وانا بصراحه كنت جايبه عشان اكمل عدد. قبل ما نخش بس في الجوله الثانيه، عملت لايك ولا لسه؟ يا عم بص الاهتمام بيطلب، انزل اعمل لايك بقى. نخش في الجوله اللي بعدها، فانا جبت فيها 46 نقطه. بص هي جوله للنسيان، يعني كان فيها كذا واحد اتالق بس مش ناس كتير قوي كانت حاطه عينها عليهم، زي مثلا مارش ومبويب وغيرهم. بس عارف ايه الحلو في الموضوع؟ ان انا برده معدي الافرج 44 نقطه وانا جايب 46 معديه برده. انا كل اللي عملته في الجوله الثانيه ان انا طلعت انانا ونزلت مكانه تورنر، ونزلت داروين نونيز اللي جايب نفس النقطه بتاعت الجوله اللي فاتت مكان ريكو لويز. وللماتش 75 جابرييل برده مش اساسي. ما بص هو طالما عندي يبقى بيني لو نزل اساسي، بس انا مش هبيعه علشان في الماتش اللي فات تيمسو مدافع ارسنال خد طرد، فكده جابرييل فرصته كبيره جدا ان هو ينزل اساسي بعد ما تيمبر جاله صليبي وتوميسو اتطرد. واجمل اتنين بقى بصراحه في الجوله دي هم كانوا استوبيان وميتوما، عشان ميتوما جاب جون واستوبيان عمل اسيست، بعدها راح استوبيان جاب جون وميتوما عمل له اسيست، يعني بجد دو عظيم بامان. واللي بعده اوديجارد جايب 11 نقطه. هو بصراحه كان ماتش ارسنال ضد كريستال بالاس صعب شويه، بس الحمد لله اوديجارد خطف جون. طبعا ساكا جايب 3 نقط. بص هو الجوله اللي فاتت ساكا جاب جون واوديجارد ما عملش حاجه، وفي الجوله دي اوديجارد جاب جون وساكا ما عملش حاجه، فبيبدلوا ما مش مشكله برضه. اللي بعده راشفورد جايب نقطتين، وكنت برضه حاطط له فايس كابتن. بص هو انا اصلا كنت حاطط راشفورد من باب الريسك شويه علشان كان الماتش ضد توتنهام، وتوتنهام برضه فريق رخم شويه، وكان برضه الماتش على ارض توتنهام، فكان صعب اصلا ان اي حد من مانشستر يعمل حاجه. هو انا مش عارف في حاجه يا اسطى، هو في ايه؟ يعني الجوله اللي فاتت جاب نقطه واحده، الجوله دي جاب بالسالب، يعني ما ايه طيب. وفي الهجوم داروين زي ما قلت جايب نقطه واحده، وهالاند جايب 4 نقط دكه كابتنه. وفي الدكه قلنا انا جايب نقطتين بالظبط زي تورنر، فما كانش في فرق ما بينهم. وريكو لويز اصلا ما لعبش. بوتمان جايب نقطتين، وبرده ارشر كنت جايبه عشان اكمل عدد. بص هو انا كان معايا تبديلين ببلاش من الجولتين اللي فاتوا، فبصراحه بعت اوديجارد وداروين نونيز وجبت مكانهم صلاح وسيمينيو مهاجم بورمونث، فهبدا الجوله الثالثه بقول انا في حراسه المرمى، وبرده هبتدي بجابرييل برده ما بعتوش، وستوبيان ولوك شو وريكو لويز. ولو ما لعبش هينزل بوتمان من على الدكه، وخط الوسط هيبقى راشفورد وساكا وميتوما، وهكابتن صلاح على حساب هالاند. اني حاسس ان صلاح هينفجر بصراحه بعد اول جولتين مع انه كان بلانك فيهم، بس حاسس انه ممكن يعمل حاجه كويسه جدا الجوله دي. وقدام هيبقى سيمينيو مهاجم بورمونث، مع انه الماتش الجاي هيبقى ضد توتنهام، بس ما هو ريسكي بصراحه. وهالاند فايس كابتن. وفي الدكه هيبقى عندي تورنر وماك اليستر، يعني بصراحه ماك ادرسون ما بعتوش علشان ما اعملش تبديلات كتير على الفاضي، وبوتمان وارشر اللي انا كنت برده جايب اكمل بيه عدد. نصايح بقى سريعا للجوله الثالثه، اول حاجه حاول على قد ما تقدر ما تعملش تبديلات كتير بالسالب، واهتم بويسا من برينتفورد، وطبعا لويس دياز من ليفربول. اول حاجه عشان هو اتالق في اول جولتين، وتاني حاجه عشان مع طرد ماك اليستر فكده فرصه ان هو ينزل اساسي فهتبقى كبيره جدا. ولو عندك حد مثلا من راشفورد او جو بيدرو
استنى عليهم شويه. يعني راشفورد بقى له جولتين ضيع خالص، وجواو بيدرو الماتش اللي فات اصلا ما لعبش، بس مثلا نستنى جولتين كمان كده ولا حاجه، لو لقيتهم تمام خليهم، لو لقيتهم مثلا مش احسن حاجه ممكن تبيعهم وتجيب مكانهم حد تاني. وده كان فيديو النهارده. طبعا زي ما قلت في الاول هتلاقي كود الدوري واللينك في الديسكربشن في اول كومنت، وهتلاقي اكونت السناب والانستا والثريدز وتيك توك في الديسكربشن. والفيديو لو عجبك يا ريت تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي هنزله جديد. وبس كده.